فكنت بقول جمله كده والله ماشي بيها مبدأ في الحياه يعني. انا الصراحه حاسس ان انت لو معايا مفيش مشكله، مش معايا برضه مفيش مشكله، فاهم قصدي؟ بس انا يعني احنا نوصل بالسلامه وانت بالسلامه، ده المبدأ، فاهم قصدي؟ فالمبدأ كالتالي: انا يا صاحبي شغال في حاجه بتاعتي، عاجبك الكلام عاجبك، مش عاجبك الكلام بالسلامه. اهم حاجه الثبات على المبدأ. بصوا جاي لك بافجر نسخه، افجر نسخه، حاجه بص، حاجه عظمه، حاجه من الاخر. هي الصراحه الولبر بتاعها باد شويه، بس ايه، النسخه عظمه. بص هنعمل لها ايه، نطلع كده ونخش تاني. دي الايقونه بتاعتها، تمام. دي الايقونه بتاعتها. هتخش كده، هنخش كده عادي. اول ما تيجي تفتح النسخه بالظبط، هتيجي تدخل على الثلاث نقط دول. هي شكلها مش هيبقى كده اصلا، تمام. لازم تعملها انجليزي. السيتنج، هتخش على تغيير لغه النسخه. من العربيه دي، هي بتبقى عربيه، انت هتعملها انجليزي، تمام. انا هعملها عربي دلوقتي وهوريكم. كل حاجه اختفت اهي، كل الكلام هنا اختفى. لازم تعملها عشان يظهر لك ايه كل حاجه. هتدور هنا على الانجليزيه، اللغه بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه واحده بس. الانجليزيه اهي. تيجي تخش هتلاقي ظهر لك كل الاكونت والكلام ده كله، تمام. انا مش عايز بس اطول على الفيديو. اول حاجه تدخل عليها زي ما عملنا ايه، النسخه قلبناها انجليزي. كل حاجه مترجمه دلوقتي. الشتات، الرومات، الاستيت، الكولات، كل حاجه متقسمه، كل حاجه لها زراير. الخصوصيه، خصوصيه النسخه اهي. خش عليها. هنا الخصوصيه العامه، اللي هي الخصوصيه البلس، زي اي نسخه بتاعت اللي هي الذهبي والكلام ده كله. اخفاء اخر الظهور، اخفاء شتاء، اخفاء الصح، اخفاء الصح من الشات والكلام ده كله. في بقى اضافات روسيا، دي المميزات اللي في النسخه. خطوط الايفون حاطط لك فيها 15 خط ايفون. انا مستعمل منهم خط دلوقتي، تمام. اهي الخطوط كلها اهي. فصل البارات عامل لك زرار للشاتات لوحدها والرومات لوحدها. حاطط لك في النسخه دي ان انت تفتح اكتر من حساب. اظهار علامه وضع الطيران، زرار. يعني انت لو عايز تعمل حذف مثلا، تمسح الشاتات كلها وتمسح الاستيت اكنك لسه فاتح ايه او مغير نسخه. بتدوس على الزرار ده تلاقي كله اتمسح. الزرار ده اللي انت بتمسح من، اللي انت بتحذر الارقام فيه، لو انت ليه، لو انت بتاع حاظر يعني، وايه الكلام ده كله. تيجي تفعل الزرار ده فبراكت شات، تخش اي شات على اساس ايه ان هو اللي باعت لك، بس مش هو ده اللي بيحذر ارقام. الزرار مسح جميع الاستيت، لو انت عايز تمسح الاستيت بتاع الناس تعمل حذف من جديد. وده زرار تعليق الشات. تعليق الشات اهو. هنطلع كده، تمام. ثانيه واحده. يعني مثلا هوريكم اي شات دلوقتي. لا ثانيه واحده. ده شات اهو، رسالتين مسج اهو، مسجين اهو. هنخش كده هتلاقي المسجين زي ما كانوا. دي الميزه اللي فيها. هنخش تاني. طبعا انا ما بحبش الحركه دي، ان انا اعلق شات حد او اعمل نفسي ان انا بعلق، فقفلتها تاني. اضافاتي العاديه، اخفاء اخر ظهور بقى، واخفاء الارشيف والكلام ده كله. واخفاء ظهور للمنشن في الجروب، ظهور كل منشن في الجروب. انت لو فعلتها وجيت كتبت اي كلمه يظهر لهم ان انت ايه، عامل منشن بس انت مش عامل في الروب. رقمي لو عايز تسجلني اهو، بس انا مش عايز اطول بس في الفيديو عشان ايه، مشوار يعني وكده. ففي ناس قالت لي نزل النسخه ايه بسرعه، تمام. انا ادخل دلوقتي من اي نسخه اوريكم ان الشات بتاعي اهو. الشات اهو هيظهر. الشات بتاعي اهو. ده الشات بتاعي من نسخه تانية، تمام. النسخه تبقى ايه بباسورد، تمام. النسخه تبقى باسورد. انا مش عايز بس اطول ايه عليكم في الايه في الفيديو، تمام. لو جينا دخلنا مثلا، يعني مثلا لو دخلنا اي شات وجينا دوسنا هنا، ثانيه واحده.
بص النسخة من الاخر طرش. النسخة فيها زراير فيروس. النسخة فيها زراير فيروس. هنا فيروس اندرويد لو انت عايز ترمي على حد فيروس، والتاني فيروس ايفون، وده فيروس اندرويد على ايفون. ولو دوست هنا النسخة هتبقى بالويلبر ده الويلبر البات بتاعها شوية. وفي برضه فيروس تاني لو دوست 1 2 3 وبعت، لو بعت بيبعت كونكتات بيحرق النسخة بتاعت الايه الشخص التاني. وفيها ميزة، ده التحديث الجديد، ان انت ايه تدوس على البروفايل بيظهر لك الاستيت بتاع ايه الواحد. النسخة ايه بص وبتعمل ريب ما بتحرقش، الريب بتاعك شغال اهو. النسخة ما بتحرقش اهو، النسخة ما بتحرقش. وهنا الارشيف، كلمة ولاد الوسخة دي، هنا الارشيف فيها زراير فصل. وهنا الايه اكتر من حساب اهي. يعني زي ما قلت لك النسخه اول حاجه اول ما تفتحها هتدوس على الاعدادات، هي مش هتبقى السيتنج وكل ده، هتخش هنا وهتدوس على تغيير لغه النسخه، هي هتبقى بالعربيه، هتبقى بالعربي. هنا انت تدور على كلمه انجلش دي وغيرها. وزي ما قلت لكم حاطط فيها 15 خط ايفون، 15 خط ايفون. وهنا اسم يبقى في المسج اللي هي كلمه روسيا بالانجليزي دي في المسج، يعني الرومات اهي والستيت والكولات اهي. كلمة جيست طرش يعني ايه بدل كلمة الآن اهو. النسخة عظمة، النسخة دي عظمة بجد. النسخة اهي ما بتهنكش سنتي، وفيها العداد اللي هو بتاع ايه العداد ان انت عندك كام نمبر. في نسخ ما بتبقى، في نسخ بتبقى مخفية. النسخة اهي فيها ايه، النسخة من الاخر جامدة. والنسخه دي بتعمل من فويس لريكورد. اقول لك يعني ايه فويس لريكورد؟ يعني انا مثلا دلوقتي انا اهو عايز ابعت مثلا اغنيه، ابعت لك اغنيه اهي، اغنيه اهي، واجي اعملها لك اهي. بص في هنا بقى الميزه الفويس، على اساس ان انت اللي مغني، او على اساس ان ده صوتك اهو. هيظهر هنا ريكورد، هيظهر هنا ريكورد. بس دي الاغنيه اهي 5 دقايق و3 ثواني. وبكده يا اخواتي يكون النسخه خلصت.